لكم الناس اللي بتسأل دلوقتي عن بط رمضان تجيب امتى وتجيب انهي نوع، هقولك كل حاجة بالتفصيل. دورة البط كام يوم، واحسن نوع تربيه لبيتك، واحسن طعم ممكن تاكليه في الموسم في رمضان هتبيعي منه، عايزة يبقى لك زبون ويشتري منك دايما، هقولك كل حاجة بالتفصيل في الفيديو ده. بس في الاول نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. تنسوش لايك للفيديو ده لو عجبكم، واللي ما اشتركش يشترك عشان يوصلوا مني كل جديد. مبدئيا كده ده البطه اهو اللي انا لسه مصوره لكم، اللي هو كان عمر يوم. البطه داخله على كيلو. اللي 5 بطات وزنتهم مع بعض كانوا 5 كيلو 100 وحاجه، يعني معدين ال5 كيلو ب150 جرام مثلا. فهنقول البطه كيلو. جت بقى جارتي واحده يعني معرفه، هي مش جارتي في الشارع لكن معرفه وبعدي بكام شارع. بس كانت بتاخد مني فراخ بيضه من اللي انا بربيها في بيتي. كل دوره تاخد مثلا 5 فرخات 7 فرخات على حسب الاوزان اللي موجوده. فمتعوده تاخد مني طيور، وعارفه الطيور بيبقى طعمها ايه، تربيه بيتي، حاجه نظافه يعني. فهي بتسالني عندك فراخ دلوقتي؟ قلت لها والله انا بقيت بربي على قدي عشان العليقه وكده. فقالت لي، قلت لها انا عندي فراخ بيضه وعندي بط، عرفتها اللي عندي يعني بس بربي على قد. قالت لي طب كويس، ده انا عايزه بط عشان موسم مولد النبي وعليه الصلاه والسلام، وعايزه اشتري منك. قلت لها ده لسه عمره صغير، ده شهر يا دوب البطه لو جابت كيلو. قالت لي تمام هاخدها منك في العمر ده واكمل تربيه عندي، شوفي الكيلو بكام وانا اخدها منك. شوفوا النصاحه بقى، يعني هي جايه تاخد في عز وقت التحويل. البط لو كان بيحول الاول 50 جرام دلوقتي بيحول ما شاء الله وزن اعلى، فجايه تاخد في عز وقت التحويل تكمل هي تربيه هناك. فاهميني ازاي؟ والبطه قالت لي الكيلو دلوقتي عامل مثلا 90 جنيه. ماشي هاخده منك، ال3 بطات هيبقوا ب 270، وانتي تخلي لي مثلا مصلحه كده من عندك اكراميه، يعني يبقى 250 في ال3 بطات. طبعا هي كانت عايزه تاخد ال5. قلت لها ده انا مربيهم ببيتي، يعني هديك ال5 واحنا نشتري. قالت لي خلاص هاخد 3 وانتي 2. قلت لها والله ما ينفعش خالص، انا بربي للبيت. كمان اللي خلاني صممت اكتر لما او استغربت ان هي بتطلب حاجه زي كده، لما لقيتها بتقولي انا هاخد اكمل تربيتهم عندي وهاخد البطه ب 90 جنيه بسعر الكيلو. فانا كنت شاريها البطه ب 20 جنيه طبعا، واكلت علف بقى ومش عارف خلطات والكلام ده كله، فهي عايزه ايه تاخد البطه مني بسعر الكيلو. قلت لها لا والله ما ينفعش، انا البط ده للبيت ومش هينفع ابيع منه، وانا لما يبقى عندي في وقت تاني اما اربي عدد كبير هعرفك واحجز لك منه، لكن البط ده مش هينفع خالص. فشايفين النصيحه، هي جايه تشتري بعد ما بدا يا دوب يجيب اوزان، هيحول ويجيب معايا اوزان تكمل هي تربيته بسعر الكيلو اللي هو 90 جنيه. يعني ال3 بطات بال 250 اللي هي بتقول عليهم مش هيجوا حق بطه في الموسم. يعني دي هي عايزاه الموسم ولد النبي، الكيلو بيعدي ال 120 جنيه في المواسم. فطبعا انا طلعت انصح، يعني انتوا عارفيني، فما بعتلهاش. المهم بقى نيجي للبط. انتوا شايفين طبعا البط ده انا كنت مصوراه من عمر يوم او كان عمر يومين تقريبا. نوعه مولر او بغال زي ما بتقولوا عليه. المولر هو البغال، بس المولر فيه منه نوعين، اللي هو المولر المحلي وفي المولر المستورد ابو عين حمراء. طبعا المولر المستورد ابو عين حمراء احلى واغلى، يعني الكتكوت ده لو ب20، الكتكوت في المستورد مثلا ب40 او 50. لما ده يبقى ب30 التاني يبقى ب60. فاهميني ازاي؟ هو اغلى لانه بيشيل اوزان اعلى وما شاء الله عليه. بس تجيبيه من حد مضمون عشان ما يندحكش عليكي، لان ده بيبقى نوع بيور، نوع حلو، فلازم حد مضمون تشتري منه. تمام كده. هنا كان في عمره تقريبا 15 يوم، وكان ما شاء الله بدأ يحول معايا، يعني كان تحويله في الاول بطيء، اما كبر شويه بقى تحويله حلو. دورة المولر قد ايه؟ دورة المولر 70 يوم، ممكن تسيبيه لحد 80 و90، شهرين 3 4 براحتك خالص لو انت مش مستعجلة عليه. لان في ناس بتحب البط ينشف، يعني ينشف على الاخر، لكن هو دورته الطبيعية 70 يوم. 70 يوم وتبدأي تذبحي امتى بقى؟ اما تشدي ريشة من الجناح تلاقيها ناشفة، ما فيهاش مية ولا فيها دم وناشفة وزي الفل، تقدري تذبحي او تبيعي. تمام. لكن لو لسه طرية تصبري عليه على حسب بقى، اسبوعين 3 على حسب. فده البط المولر، تربيه لبيتك وتربيه كمشروع، بس سعر الكيلو بيبقى ارخص شويه من المسكوفي. لو عايزه بقى تربي لمشروع طعم ووزن وكمان سعر، هو المسكوفي. طبعا المسكوفي كذا نوع، في مسكوفي ار41 وفي مسكوفي بيور وفي مسكوفي مخلط، بيبقى الام مسكوفي والاب بلدي او العكس. المهم تجيبي مسكوفي بيور من حد مضمون برضو. خدوا بالكم احنا بنقول حد مضمون، سواء في كتاكيت بط اي نوع من انواع الطيور لازم تشتري من حد مضمون.
فهتشتري المسكوفي البيور ده، دورته 90 يوم، هو 3 شهور. لو انت مأكله صح ومأكله علفه صح والعليقه من اول يوم لاخر يوم، هيجيب معاكي اوزان ممتازه في 3 شهور، وتبيعي منه في 3 شهور. ولو هتربيه لبيتك ومش مستعجله، يقعد معاكي بعد ال3 شهور، وكل ما بيقعد بيزيد في الوزن، بيزيد وبينشف وبيتقل وبيبقى طعم يعني حاجه اخر حلاوه، يعني حاجه ولا يا ولا. عايزه اقول لكم بقى المسكوفي ده تاني حاجه بعد البلدي. يعني الناس بتتلخبط ساعات في المسكوفي والبلدي، اكمنهم شبه بعض والطعم مقرب لبعضه. هنا بقى في العمر الكبير اللي عندي، يعني عمرهم هنا تقريبا مثلا 28 يوم ولا حاجه. فالمسكوفي ده تاني حاجه بعد البلدي. طبعا البلدي دورته طويله 6 شهور، وبياخد موال على ما يتقل، وما بيجيبش اوزان عاليه زي المسكوفي. فاللي عايزه تعمل مشروع تجيب المسكوفي البيور، تمام. هيشيل معاكي اوزان 5 و4 و6 كيلو حسب الاكل وحسب الوقت. يعني لو اتاكلي علف صافي وقعدتي اكتر من ال3 شهور، هيرمي معاكي اكتر كمان من ال3 كيلو. انا مش عارفه مين اللي لسه شغال بانابيب، الناس كلها ركبت غاز، المهم يصدعونا، ربنا يرزق الناس كلها. ف زي ما بقولك تجيبي المسكوفي. خلاص يا عم، انا اسفه لازم استنى بتاع الانابيب يعدي، وبعده بتاع الخضار، وبعده بتاع البطاطس، فاستحملونا شويه اهو. مش هيمشي دلوقتي الا لما انا اخلص الفيديو. خلصنا كده وعرفنا هنجيب المولر للبيت او برضو للتجاره. حلو. المسكوفي بقى للتجاره وبرضو للبيت، طبعا مش هتستخسري في نفسك حاجه يكون طعمها حلو ووزنها تقيل. بيجيب اوزان عاليه وطعمه حلو جدا. تمام. سعره بقى وقت البيع المسكوفي اغلى من سعر المولر، يعني ممكن يفرق عنه 20-30 جنيه حسب الموسم وحسب المكان اللي بيتباع فيه. بس عايزه اقولك بقى، تربيه البط كلها عموما مواسم. يعني ما تربيش البط في اي وقت في السنه. لو هتبيعي البط تربيه لما تكوني عارفه ان انت طالعه على موسم. يعني انا دلوقتي جايلي موسم مولد النبي عليه الصلاه والسلام، فانا من قبلها بفتره عامله حساب الوقت. يعني عامله حساب ان انا مثلا هجيب مولر هيقعد 70 يوم، فانا لو عايزاه ينشف شويه يبقى 80 يوم، فجايباه من قبلها بفتره عشان يطلع على موسم مولد النبي. نفس النظام في مثلا موسم رجب شعبان رمضان، تبقي انت عارفه ان البط ده هتطلعيه على موسم، لانه بيعه بيع مواسم. عايزه تكسبي فيه صح وما يقعدش عندك وما يتركنش وتلاقي عليه طلب، طلعيه على موسم. اما البط الابيض ده بقى خليه اخر حاجه خالص، لما تلاقي نفسك اتزنقتي في الوقت وما عندكيش وقت ومش هتلحقي تطلعي حاجه على الوقت اللي انت عايزاه، تجيبي البط الابيض ده، لان دورته 55 يوم. بس لو ما جبتيهوش من مكان كويس، يبقى انت شربتي احلى مقلب في حياتك. لان هو لو مش مكان كويس ونوع بيور، هيقعد معاكي على قد ما يقعد، مش هيشيل وزن، وهتبقي تلاقيه كله دهون. فخلي الابيض ده في الاخر خالص. الحقي وقتك، يعني مثلا 55 من 70 فرقها مش حاجه، فانت قدمي نفسك كام يوم عشان تبقي ضامنه ان انت جايبه نوع كويس، هيشيل معاكي وزن من غير دهون، كمان هيرمي معاكي لحم، وطعمه احلى طبعا من الابيض البيور ده. انا ربيته مره كانت اوزانه كويسه مثلا في العمر الصغير، لكن اولا الطلب عليه مش عالي قوي، الطلب مش عالي. في عيوب بقى ان هو لو قعد بعد دورته يخس منك، يعني لو وصل معاكي ل20 كيلو حتى، طبعا ده استحاله يحصل، بس بنقول ده لو وصل معاكي 4-5 كيلو، هيجي بعد ميعاد دورته ما تعدي، تبتدي اللي زاد ده كله هينزل من تاني ويخس، وتلاقيه فاضي ما فيهوش اي هيكل كده، هيكل ما فيهوش اي لحم. فده خليه اسوأ اختياراتك. تمام. فما تخليش اختياراتك انت كمان تدمر حياتك، وهاتي بدري شويه عشان تلحقي نوع كويس يجيب اوزان كويسه بطعم حلو. لو هتربي بيتك، لو هتربي المشروع، ما تبقيش خسرتي حاجه. العلف غالي وعايزين نكسب. اخر حاجه بقى قبل ما اقفل عايزه اقولك، لو هتربي حاجه عايزه انتاج دايما باستمرار، ربي السوداني او البلدي. الاتنين واحد، هو الاسم بس اللي بيختلف من مكان لمكان، لانه مكان التفريخ.